السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنقدم طاجن الكفتة بالدمعة. ان شاء الله يعني مقادير سهلة وبسيطة، والكفتة طبعا عرفنا مقاديرها في القناة وصورناها قبل كده لوحديها. فاحنا النهاردة هنعمل الطاجن. ازاي نتعلم الطاجن بتاع الكفتة؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير معانا كفتة محمرة، بطاطسايه مكعبات، دي مش مسلوقه ولا حاجه، بطاطسايه متقشره ومغسوله مكعبات، وبصلايه مبشوره، وملح وفلفل وثوم مفروم، والطماطم بتاعتنا. ومعانا زبده على النار او زيت او سمن حسب راحتك. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي على البوتاجاز. معانا الزبده بتاعتنا بنسخنها على النار، ونحط البصلايه المبشوره. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوحها تشويحه. هنا يا بنات اهو البصله دبلت شويه تمام، وهنحط الثوم والملح والفلفل ونقلبهم ياخدوا برضو تشويحه. احنا مش عايزين البصله تاخد لون علشان ما تغيرش طعم الكفته. الكفته دي بتبقى طعمه جدا يا بنات في الطاجن، واللي ما عندهاش طاجن ممكن تعملها في صينيه عادي جدا، يعني ممكن تعمليها في الحله مفيش اي مشكله، بس الطاجن بيدي طعم للاكل حلو جدا ما شاء الله. بس هنا كده هنحط الصلصه بتاعتنا، الطماطم، نسيبها تتسبك. هنحط فيها قرن الفلفل ده السليم كده عشان يدي طعم للكفته بتاعتنا، ونسيبها تتسبك ونرجع لكم تاني. وهي بنات الدمعه بعد ما اتسبكت كويس هنروح حاطين فيها الكفته المحمره. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، وهنحط البطاطس بتاعتنا بالشكل ده، بعد كده هنحطها في الطاجن بتاعنا، والفرن بيكون مولع على اعلى درجه، ونغطيها بورق، نغطي الطاجن بورق فويل عشان تستوي وتاخد راحتها في السوا، وبعد كده هنوريكم عملنا ايه. وهو يا بنات شكل الطاجن بعد ما حطيناه في الفرن قعد نص ساعه بالظبط. الكفته استوت زي الفل، والبطاطس استوت فيها وجميله وما تهرتش ولا حاجه. والطاجن ده بيبقى تحفه لما بتعمليه في عزومه او بتقدميه لاولادك، بيبقى روعه بصراحه وحلو جدا وسهل جدا. وطبعا احنا قلنا مقادير الكفته قبل كده في القناه، ويا رب الفيديو يكون عاجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد باذن الله يا حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.